لم تكن أعوامه 70 مانعا ليترك شغفه بالصيد والحياة البرية المرافقة له منذ نعومة أظفاره، والتي تطورت إلى تربية الحيوانات المفترسة. أبو كريم حول جزءا من منزله إلى وكر ذئاب برية يصطادها بين حين وآخر عبر كمائن وأفخاخ دأب على صناعتها في ورشة داخل منزله. تخلي له الأكل هنا، أما إذا تريد تخلي له تكضه بس من رجله، تخلي الأكل قدامه حتى يجبر يسحق عليه. تربية حيوان طالما عرف بالغدر بصاحبه قد تكون هواية محفوفة بالمخاطر، لكن أبا كريم دؤوب على رعاية ضيوفه على مدار اليوم، ولا سيما وأن مزاج ذئابه لا يحلو إلا بأكل اللحوم الطازجة التي يضطر إلى شرائها من جزاري المدينة، أو يزيد من كرمه بتقديم طبقهم المفضل فيجهد نفسه باصطياد أرنب بري. إذا شرس عمره 5 سنين 7 سنين ما ممكن ترويضه، مستحيل تروضه، يبقى شرس يأكل من عندك ويشرب من عندك، لكن هو شرس. أما إذا هو قريب بعمره 2 3 سنة أو أشهر يظل يتروض وياك شوي شوي. لم تكن تربية الذئاب بالأمر الهين عليه، فهو يعيش وسط مدينة قلعة السكر. هواء الذئاب المستمر يسبب له الحرج عندما يشكو جيرانه منها، ومحاولة أحد ذئابه الهرب جعلته يفكر مليا في هجر هذه الهواية. هذيك النفسية اسمها نونة، عمرها 8 سنوات عندي. نونة. وهذاك الثاني اسمه لوبو. زوجها؟ هذاك متزوجة وفرخت هسه 4 بهاي السنة راحت، وطيتني ذياب الفروخ مالتها. بيوم اللي طيتني الفروخ مالتها كنت مغيرها بهذا القفص، من طبت لقيت ما هن، قامت تدور ماكو، حفرت من جوا القاع وطلعت. الهواية القاتلة استهوت رفيق أبي كريم في رحلات صيد الحيوانات البرية المحفوفة بالمغامرة، وانتقل إليه الولع سريعا. عائلة ذئاب برية أخرى تحتل حديقة المنزل وتحظى بخدمة النظافة والرعاية على مدار اليوم. بعد عشرة طويلة اقتنع أبو كريم أخيرا أن تربية الذئاب هواية قاتلة، فالذئب يبقى محتفظا بخصال لا تغيرها ألفة السنين. أبو كريم عازم الآن على فراق ذئابه، لكن المفارقة أن هذه الأقفاص ستكون مأوى للغزلان في انتقالة كبيرة له بتربية الحيوانات البرية. من قضاء قلعة السكر شمال مدينة الناصرية، أحمد السعيدي، UTV.